أحبائي اليوم حبيت نقدم معكم هذه الوصفة ديال الكيكة، يعني تطلع رائعة ما شاء الله وبنينة. يعني بمكونات بسيطة ومكون ديال الماء، يعني غادي نضيفو عليها المكون ديال الماء إن شاء الله. غادي تعجبكم بإذن الله، ونتمنى أن الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. وهنايا ما نساوش نصليو على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونمشيو البنات نقدموا المكونات ديال هاد الكيكه ان شاء الله. هانتوما يا البنات كما كتشوفوا، يعني هادو هما المكونات البساط اللي غادي نستعملوا للكيكه ديالي. عندي هنايا واحد 2 بيضات، عندي كأس من الزيت، كأس من الماء، وكأس من سكر الخشن سنيده، عندي خميره ديال الألزا و2 خمارات حمر اللي هما بيكين باودر، وهذه ساشيه ديال النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو. وهنا يعني الدقيق حسب الخليط، يعني غادي نشوف شنو غادي يكفيني باش نحصل على العجين اللي انا محتاجاه. غادي نمشيو هنايا انا البنات درت 2 بيضات وسكر سنيده، يعني الكأس ديال سكر سنيده. غادي نخلط هاد المكونات البنات ونرجع لكم ان شاء الله. غادي نخلطهم يعني حتى تبدا ديك الرغوه البيضه كتبان، هانتوما كتشوفوا يعني بهذا الشكل. غادي نضيف هنايا في هذه المرحله غادي نضيف داك الكأس ديال الزيت، وغنضيفو بشكل تدريجي، يعني ما نضيفوش بشكل كلي في خطره واحده، غادي نضيفو بشكل تدريجي كما يعني كتشوفوا في الفيديو. وغادي نضيف ليها البنات داك الكأس ديال الماء. هنا الماء البنات خصو يكون ماء سخون، يعني يكون مغلي، ما يكونش بارد، يكون سخون. تنضيفو كذلك بشكل تدريجي شويه شويه، يعني نقطه نقطه، ما نضيفوش كذلك بشكل كلي. وانا كنوصل في التخلاط وتنضيف الماء بشكل تدريجي. غنستمر على هاد الطريقه حتى نسالي الكاس ديالي ونخلط مزيان. هنايا غادي نضيف ديك الساشيه ديال قهوه سريعه الذوبان، غادي نضيف النكهه ديال الفانيلا او سكر فانيلا. وهنايا غادي نضيف الدقيق، هنا ضفت الكأس الاول. وهنايا غادي نضيف الخميره 2 ساشيات. وغادي نضيف الكأس الثاني ديال الدقيق. هنا غادي نضيف ملعقه كبيره من غبره ديال الكاكاو المر، وغادي نخلط بشكل جيد البنات. غنخلط حتى ينسجموا ليا المكونات ديالي. هنا غادي نضيف يعني الكاس الثالث ديال الدقيق، غادي نضيفو شويه شويه ويعني وانا تنخلط. نستمر في هاد الطريقه يعني البنات حتى نحصل على هذا الخليط. غادي ندهن اللاطه ديالي بالقليل من الزيت والدقيق، ونرش ليه الدقيق ونكب يعني داك الخليط ديالي. هانتوما كما كتشوفوا يعني نحاول نقادها. انا غادي ندخلها الفران ديالي يعني ونراقبها يعني حتى تطيب ليا الكيكه ديالي.
ونمشيو البنات نديرو يعني لاصوص الشوكولاتة باش غادي نزينو الكيكة ديالي. وغادي نحتاجو هنايا لواحد نص لتر د الحليب، بالإضافة إلى 2 معالق كبار ديال الدقيق أو النشا إذا كان متوفر عندك، يعني ممكن تستغناي عن النشا وديري الدقيق. عندي ملعقة كبيرة ديال غبرات الكاكاو المر، غادي نغربلو يعني باش ما يخلي لياش دوك الحبيبات في الخليط ديالي. غادي نغربلو بهذا الشكل. غادي نخلط المكونات باش ينسجموا ليا مزيان. وهنا غادي نمشي نضيف ليهم واحد 4 ملاعق ديال السكر الخشن، والحلاوه هنا تتبقى حسب الرغبه، ممكن تزيدي اكثر ممكن يعني تنقصي. غادي نوضع الكل فوق نار يعني تكون مهيله مع الاستمرار في الخلط حتى نحصل على هذا الخليط يعني يكون عقد هكا شويه. غادي نمشي نضيف ليه واحد 3 ديال المربعات ديال الشوكولات، وملعقه كبيره ديال الزيت او ملعقه كبيره ديال الزبده، ونخلط المكونات ديالي مزيان. نضيف هنايا نكهه الفاني. وهنايا البنات هي الكيكه ديالي من بعد ما طابت. غادي ناخذ الخليط ديالي مباشره يعني ما نخليهش يبرد مباشره، غادي نصبو على الكيكه ديالي من الفوق هانتوما كما كتشوفوا. اللي راه باقي سخون ما نخليهش يبرد البنات، غنخليه واحد شويه يبرد ونكمل التزيين ديال الكيكه ديالي ان شاء الله. هنا نتوما كما كتشوفوا خليت الخليط اللي فوق الكيكه يعني حتى برد، وحكيت عليه الشوكولاته بهذه الطريقه. وها هي النتيجه النهائيه البنات، يعني الكيكه تطلع روعه ما شاء الله، اقتصاديه يعني بجوج بيضات وتخرج لك يعني هذا الحجم الكبير. يعني غادي توفري وتفرحي وليداتك، يعني كيكه بحجم عائلي تستمتعي بها وتستمتعوا بها وليداتك ان شاء الله. هانتي لاله مولاتي يعني طالعه روعه روعه، والبنه ما نعاودش لكم يعني واخا داك كاس ديال الماء تطلع بنينه ما شاء الله. وهنايا ما بقى لي الا نودعكم حبيباتي ونقول لكم مره اخرى فرحوني بلايك والاشتراك ديالكم. اللي مشتركه معايا من قبل مرحبا بها وتنقولها شكرا لكم بزاف، واللي عاد جديده مرحبا بك اختي. نتمنى ان الفيديو او ان المحتوى ديال القناه ديالي يعجبك وتكوني ليا متتبعه ان شاء الله، وخليوا لي تعاليق زوينين البنات. وما بقى لي الا نشكركم ونقول لكم في امان الله ان شاء الله في فيديو جديد.